وعليكم السلام، مرحبا. من يا معتقد حضرتكم؟ علوية. تكبسي بارك الله بك، تبث لي اهل الخلاف، كبسي. العلويين مو أهل الخلاف؟ هسه مو تعرفون هسه انتم وينكم وين الخلافات؟ الامه قابه عليكم، نزلي كبسي بارك الله فيك. أنت مشكلتك إنه نحن مو من أهل الخلاف ولا إنه ما بدك يعني أسأل؟ انت مو من اهل الخلاف، انت ويانا على جبل عرفات، بس نزلي. أوكي، بس أنا شفتك قلت إنه نحن كفرة أو مشركين. انت مؤمنه بالله لو كافره بالله؟ لا، مؤمنة بالله، بس كمان علوية. بس دقيقه، سؤالي الك بكل برود جاي اسالك اختي الفاضله، بما انك علويه، انت مؤمنه بالله لو كافره بالله؟ أكيد مؤمنة بالله. خلص أنت كفرت. كلامنا مو وياك لعد، كلامنا ويا العلويه اللي ينتمون للعلويه يدعون بالالوهيه لعلي، مو وياك، مو كل العلويه نفس هذولاك يسمونهم النصيريه. أنا نصيرية من القسم الثاني. نصيريه انت؟ زين، قاريه كتب علمائك؟ هلا أكيد تعرف أنت نحن كبنات ما فينا نطلع على جواهر الأمور، بس كان عندي سؤال لإلك من شغلات أنت حكيانا. لا 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 لا، خلينا دقيقة. انت فاهمة دينك غلط، خلنا نعلمك شوي مثل ما أعلم الموحد. انت مو ما يصير تطلعين على دينك، يصير تطلعين على دينك بس ما يصير السولف فينا. هاي نقطة. اوكي، أنا على الإطلاع مطلعة الحمد لله. دقيقة إني مجال. كيف أنا مطلع على دينك مثلا؟ مين اجيت؟ جالي وحي غير اجيت صاحب كتاب الرسالة الاستشبالية، سامعة بيه؟ الرسالة الاستشبالية؟ لا ما تعرفين، انت شلون مطلعة؟ الإمام الخصيبي تعرفينه؟ لا، أنا لهيك جاي أسألك، لأنه أنا وقعت في حيرة فأنا جاي أسألك. أنا جاي وياك، راح أعطيك المجال، بس أعطيني مجال أرجوك. من أقول لك أعطي مجال خلاص. أوكي. طيب، الإمام الخصيبي إمامكم تعرفينه؟ لا. طيب، الحسين مات لو ما مات الحسين بن علي؟ هلا عندكم مات، بس بالنسبة لنا لا. إذا أنت من جماعة اللي كفروهم أهل البيت الذين يقولون أن الحسين لم يقتل بل شبه لهم. الحكي وياك، هلا بيك. اثبت للجمهور بأن الحسين لم يقتل. رح أثبت لك. أنت في فيديو لإلك إجا شخص سألك، قال لك إنه الإمام علي بعد ما استشهد قال لهم رح يجي شخص وياخذ جثماني، والشخص اللي إجا أخذ جثمانه هو الإمام علي نفسه. زين. فالإمام علي. طيب، فهمت ورا المقطع الباقي لو بس هاي سمعتيها؟ لا أنا فهمت، بس بمقطع ثاني قلت أنت إنه بين الإمام علي ورب العالمين سنتين في النبوءة وفي الألوهية، فالإمام علي مو من حقه إنه هو يعمل معجزات كونه هو إمام فقط. فأنت قلت إنه الأئمة يعني بحق لهم يعملوا شيء ما بحق لغيرهم. بس وحدة نريد احنا، بس وحدة، احنا لا نشتت الحوار من هنا ومن هنا. فقرت الإمام علي سنتين، وحدة خلي ارتكاز بالحوار. أنا جاي أسألك أختنا، بعدين راح أجاوبك على الرواية اللي حكيتها. أنا قاعد أسألك ما هو الدليل على أن الحسين لم يقتل بكربلاء؟ الدليل إنه الحسين مثلا من أهل البيت، ونحن كمان الإمام علي من أهل البيت، فنحن بنقدسهم عمليا. مو إنه تقديس إلهي، بس إنه هن الأشخاص ما هم مثل البشر العاديين. بس واحد، التقديس شيء وعدم موت الأشخاص شيء آخر. أنت تقرين القرآن، تعرفين القرآن؟ إيه الحمد لله. الحسين عنده روح ونفس لو ما عنده روح ونفس؟ إيه. نعم؟ إيه معك أنا. إيه. الله شو يقول في القرآن؟ كل نفس ذائقة الموت. شلون أهل البيت ما يموتون والله يقول كل نفس ذائقة الموت؟ طيب هلا كيف مثلا بالنسبة إلك مثلا سيدنا المهدي لساته عايش، والخضر لساته عايش، والحوت تبع سيدنا نوح لساته عايش، وأنا لما بقول إنه الحسين لساته عايش بتكفرني؟ بالنهاية راح يموتون ختنة فدوة. عقلك لا يصير مثل الوهابية قافل. اسمعي، لا تقفلين عقلك. بالنهاية موت، كل نفس ذائقة الموت. ايش قد يبقى عايش المهدي؟ 20,000 سنة، بالنهاية يموت. ايش قد يبقى الخضر عايش؟ مليار سنة، بالنهاية يموت.
عزرائيل يموت، جبرائيل يموت، علي بن أبي طالب يموت. طالة العمر لا تدل على وجوب البقاء. نخلة عايشة 300 سنة، بالنهاية تموت النخلة. طيب أوكي، بعد ما مات الإمام علي كيف رجع أخذ عثمانه؟ لا بعدين دقيقة خلي أنا ما أحب أنا أشتت الحوار، خليني في الحسين. لكون أنتم اعتقادكم كفركم الإمام المهدي. طبعا إخوان الاحترامات للإخوة العلوية، دول ما محسوبين على العلوية، هذول للأسف يدعون بالعلوية. العلوية أناس مثلنا محترمين يعتقدون بإمامة أهل البيت، على مود لا نظلمهم، يعتقدون بإمامة أهل البيت ويعتقدون بالحسين قتل مثل عقائدنا بالضبط. هؤلاء نسبة قليلة يسمونهم مغالية. هؤلاء النسبة المغالية ما يعتقدون علي بن أبي طالب مات، ويعتقدون الله يتجلى بجسد علي والعياذ بالله، ويعتقدون بنسخ الأرواح. الإمام المهدي خلينا أكمل. الإمام المهدي نزل بهم بيان كفرهم، قال ألا لعنة الله عليهم لقد كذبوا الفرية على جد الحسين حينما قالوا لم يقتل الحسين بكربلاء. فهؤلاء على مود للإنصاف، على مود لا نظلم العالم، هؤلاء نسبة قليلة جدا يسمونهم نصيرية مغالية للباطن، عقيدتهم باطنية، ما يحجون للعالم، كاتمين على العالم. هاي نريد نوصلها. غير العلوية الكثير الموجودة بسوريا ناس يعتقدون بخلافة علي، بإمامة علي، ويعتقدون علي عبد لله مثلنا، فعلى مود لا نظلم. طيب أختنا، كل نفس ذائقة الموت. جاء نفر إلى رسول الله من اليهود فقال يا محمد أتموت؟ فأنزل الله قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. خلص هاي الآية القرآنية إنك ميت وإنهم ميتون ضعيفة السند لو ما موجودة في القرآن. طيب أوكي، أنا رح أجي معك. طب الإمام علي بعد ما استشهد كيف رجع أخذ جثمانه؟ هل هو إنسان غير باقي البشر؟ هل هو بصفة، هل هو بمرتبة الرسول؟ جيد. هنا شنو الجواب؟ لا يعني بأنه لم يقتل، يسمى رجعة. سمعين يعني كتمي للمايك وسمع للأخير، كتمي للمايك لين صوت عدش، كتمي المايك. صراحة أنا هي أول مرة بعرف بعمل بث، فما بعرف أكتم من عند أوكي مشي الحال. طيب هذا شو يسمونه؟ يسمونه رجعة. يعني إيش رجعة؟ حقيقة قرآنية الله ذكرها في القرآن. هنالك عبد من عبيد بني إسرائيل أنزل الله فيها سورة كاملة سماها سورة البقرة، مات، ضربوه بعظم بقرة اللي هي في سورة البقرة، رجع للحياة. ماذا يسمى؟ يسمونه رجوع. مو معناته أن العبد من بني إسرائيل ما مات، مات ورجع. أو كعزير النبي الذي ذكر في سورة البقرة كالذي مر على قرية خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذا، مضمون الآية فأماته الله 100 عام ثم أحياه. شوف، ولا ننظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. هذا يسمى رجعة. يعني الإمام الحسين انقتل بس يرجع في آخر الزمان. حتى السنة يعتقدون بالرجعة. قال عمر بن الخطاب والله محمد سيرجع إليكم. وهي عقيدة الشيعة أن النبي محمد راح يرجع يحكم العالم 100 سنة. لعد منو اللي يقتل إبليس أمام قرص الشمس؟ هو رسول الله. تصبح معركة في بيت المقدس، إبليس مع رسول الله، فتقول روايتين، رواية تقول رسول الله يقتله أمام قرص الشمس، ورواية تقول إن رسول الله يذبح إبليس. أصحاب الكهف كذلك يرجعون، حواري موسى يرجعون في آخر الزمان، كثير من عباد طالوت الملك يرجع. فهذا يسمى رجعة. علي بن أبي طالب انقتل بس مو معناتها ما راح يرجع، يرجع، ولكن لا ننفي القتل على علي بن أبي طالب. ولهذا يقول رسول الله ما منا إلا مقتول، مضمونها ما منا، بسم الله الرحمن الرحيم، قول الإمام ما منا إلا مقتول أو مسموم. ويقول الإمام إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. إذن الأئمة يجري عليهم الموت، ولكن يوجد هنالك رجع لعالم الدنيا، بل المؤمن يرجع لعالم الدنيا. عندنا المؤمن
لأن في دعاء العهد الإمام المهدي يرجع بعض أنصاره، يقف على القبر ويقول قم يا ابن فلان. ولهذا نقرأ دعاء العهد: اللهم إن حال بيني وبينه الموت فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. وهذه العقيدة عند السنة. هنالك أموات من الصحابة عند السنة رجعوا وقاتلوا مع رسول الله في الغزوات، وذكر صاحب كتاب المدينة وذكر صاحب تاريخ دمشق. يعني عقيدة الرجعة عقيدة قرآنية، عقيدة عند السنة، عقيدة عند الشيعة، لا خلاف بها. ولكن لا يعني أن الصحابة لم يمت سابقا، ولا يعني بأن عبد من بني إسرائيل لم يمت سابقا، ولا يعني بأن عزير لم يمت سابقا، ولا يعني بأن علي لم يقتل سابقا. اوكي، طب سؤال اخير، يعني طالما هن بيموتوا وبيرجعوا معناتها ممكن انه التاريخ يعيد نفسه. هو رسول الله قال ستأتينكم سنن ما قبلكم طبق بطبق، الأحداث السابقة ستجري على هذه الأمة. والزهراء وثقت هذا الكلام حينما خرجت الزهراء. ماذا قالت لعمر؟ ويحك يا سامري هذه الأمة. السامري واحد، منهجه واحد، كل زمان بسامري. سامري في عهد موسى الفتنة مالته مستمرة إلى الآن. اليهود أمتي، رسول الله قال يهود أمتي موجودة، منه اللي طبعوا ويا إسرائيل. اوكي تمام، هاي فكرتي اللي انا بدي اوصلها. طالما التاريخ بيعيد نفسه، يعني مثلا شفنا نحن مثلا سماحة السيد استشهد، ما كانت ردة فعل إيران على استشهاده مثل ردة فعل على المفاعل النووي. شنو بيها؟ لأنه مثلا أنتم بتكفرونا وبتكرهونا لأنه نحن بنقول مثلا الشيعة هن خونة الحسين، أنتم هذا اللي ما بدكم إياه، وشفتونا عم نتذبح وكمان عادي. انزلي كبسي اختنا، كبسي ما يسوى هذا الشرح اللي شرحته لك. نزلي كبسي. لا أنا عم بسأل، قلت لك التاريخ يوعد نفسه، قلت لي إيه؟ كبسي نزلي كبسي وجهنا. بارك الله بك. كبسي. ايش دخل المفاعل؟ ايش دخل السيد رحمة الله على روحك سيدنا؟ ايش دخل هذا جاب على هذا؟ جاي يتكلم على الرجوع لعالم الدنيا. هل هي حقيقة قرآنية أم عقيدة يعني مبتدعة؟ شنو هذا؟ المفاعل النووية وين؟ هل المفاعل النووية أصل من أصول الدين؟ هل هي فرع من فروع الدين؟ هل هي مفاعل من لم يعتقد بها يعتبر من أهل النار والعياذ بالله؟ لا أنا يراد لي شيء أشغله، أنا هذا يراد لي ما يسوى الشرح والكتب. وحركت القوقل قلت لي يلا قوقل الشيعة اشتغل. يراد لي أنا هسه شغل شيء، أنا يراد لي هسه يشغلها صوت. وهذا الحوار صار. أنا جاي أحكي وين على الرجعة، إيش دخل إيران بالموضوع؟